المغرب ضد البرازيل أداء قوي جدا طيلة المباراة. المنتخب المغربي يضغط كثيرا على البرازيل ويقدم أداء شرف كل العرب، والذي لن يقم بها أي منتخب عربي إلا المنتخب المغربي. المغرب البرازيل، المنتخب المغربي صار يقارع الكبار. لم تكن ضربة حظ أنه البرازيل مدججة بنجوم الفرق الكبرى الأوروبية. المنتخب المغربي خلي يأكد مرة أخرى، مش من باب الصدفة الإنجاز اللي عمله المنتخب المغربي، مباراة كبيرة. المنتخب المغربي بعد الإنجاز الكبير اللي عمله في قطر، المنتخب المغربي عمل مباراة كبيرة ضد المنتخب البرازيلي، وما أدراك ما المنتخب البرازيلي. المغرب ما خلى لنا شيء. المغرب معناها كل أول 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 بطبيعة الحال نفرحوا للمغرب، ولكن هكا أنا حسرة صغيرة. معناها المغرب دخل التاريخ من كل البوابات، معناها الرابع في الوحدة كأس العالم في كأس العالم اللي كل بلد وعنده ربما طقوس. انا ما نخافش على المغرب. هنا اتكلم عن المنتخب المغربي. المنتخب المغربي حقق اللقب الافريقي الاخير لانه الافضل. المغرب يتحدى العالم الان. طيب المغرب عندما يلعب مع فرنسا واسبانيا والبرازيل او الارجنتين، وانه سيكون كما احنا في عقليتنا دفاع 10 التالي ولا لا كل بلد وعنده ربما طقوس. انا ما نخافش على المغرب لسبب بسيط. ما نخافش على المغرب لانه بين ايدي امينه. ما يلعبوش بمركب النقص نتاع الخوف، لان هو ما عندهش عقده من النجوم هذوما. اصلا النجوم هذوما هو يلعب معاهم، يلعب ضدهم ويشوف، وبالتالي ما عادش في عقده نتاع العشره دفاع، ما عادش يلعب. شوف كاس العالم مش انا نقول فيها، كل التقارير الدوليه كاس العالم مهدد بمشاكل قد توصل الى توقف في مرحله من المراحل الان. معقوله كاس العالم يتوقف؟ نعم في تفاصيل عربيه، ولكن ناخذها في جوانب في العموم تتعلق بوضعيه معينه. وانا شخصيا اخشى عليه ما تحقق من انجاز في مونديال قطر، وهنا اتكلم عن المنتخب المغربي واللي يعتبر نموذج مميز في القارة الأفريقية، هو الأكثر حضورا والأقوى على صعيد القارة. لكن ما تشوفش أن اليوم ضغط وحملة الأعلام للمحافظة على هذا الإنجاز، خصوصا أنك أنت وصلت لأعلى ليفل ممكن تشوفه لمنتخب أفريقي، وهذا حقيقة. اليوم هذا الضغط تشوفه يشكل هاجس أو يشكل طاقة سلبية بالنسبة للعراق، بالنسبة للمغرب، أو تشوف العكس كابتن فتحي؟ لا بالعكس، راه حافز. قلت نقطة الضعف الوحيدة أو نقطة ربما اللي أنه المغرب ما عادش يمثل مفاجأة، لأنه في 2022 حتى حد ما كان ينتظر المغرب. لا المغاربة ولا احنا ولا بطبيعة الحال العالم الغربي، لا اسبانيا ولا البرتغال، ولا حد ما كان ينتظر انه المغرب باش يوصل الى ذلك المستوى. اليوم ما خافش على المغرب، ما تنجمش تخاف على المغرب وقت اللي تقريبا كل اللاعبين المغاربه يلعبوا في اوروبا، وكل اللاعبين المغاربه يلعبوا في مستوى عالي جدا، في 11 ممتاز جدا. اذا ما همش من النوع اللي باش يكون عنده مركب، بل بالعكس مركب وانه هو خلطنا كهو الان. لا المغرب يتحدى العالم الان. طيب المغرب لانه قارنا وشفنا المستويات. الفريق المغربي مراش وانه ربما عندما يلعب مع فرنسا واسبانيا والبرازيل او الارجنتين وانه سيكون كما احنا في عقليتنا دفاع 10 التالي ولا لا سيلعب على حدوده. هي فيما يخص جزئية الضغط، أنا نعطي لك سيناريو وربما مشابه. مع ذلك المنتخب المغربي حقق اللقب الأفريقي الأخير لأنه الأفضل، لكن بصراحة قبل ما انطلقت البطولة الماضية واللي هي بطولة أفريقيا، الكل وضع الضغط على المغرب، وكان يمكن تقديم مردود أفضل حتى وان وصل للنهاية وتحصل البطولة، وبعيدا عن الإشكاليات التي حدثت. لكن هذا الضغط خلانا ما نشوفوش مغرب مميز بنفس طاقة المونديال. هل نقدر نقول أن المغرب اليوم عالمي وبعيدا عن طقوس القارة؟ ممتاز. أنا قلتها، وأنه المغرب إفريقيا ما يبقاش ربما التوازن نتاعو، ربما مستوى المنافسين، ربما ايضا الطموح، ربما ايضا الاشعاع نتاع انتصار عالمي. المغرب عالمي مازال ماهوش افريقي كما برشا منتخبات. تونس مثلا، تونس ترشح 7 مرات نهائيات كاس العالم، ولكن افريقيا تونس غايبه. صحيح. افريقيا نخرجوا من الدور الاول.
مصر افريقيا متسيدة متسيد عالميا. لا، اذا كل بلد وعنده ربما طقوس. انا ما نخافش على المغرب لسبب بسيط، ان شاء الله هما ما يخافوش على روحهم ايضا. ما نحبوش نعملوا اليوم ضغط اكثر من اللازم. ما نخافش على المغرب لانه بين ايدي امينه. حتى عند تغيير المدرب ما فماش الضجه الكبيره، لاعبين كلهم معقولاتهم في مستوى عالي جدا، وبالتالي نعتبر أن المغرب سيكون مرة أخرى رقم صعب في الكأس العالمية هذه. طيب 10 منتخبات إفريقية تكون حاضرة في نهائيات كأس العالم. المنتخب المغربي في رصيده أيضا أكبر عدد من المشاركات في المونديال 6 بمعية تونس، إلا أن المغرب سجل اسمه كأفضل منتخب عربي وإفريقي بعد أن أبهر العالم في مونديال قطر 2022. أدرك النصف نهائي، أطاح بالبرتغال، أبكى كريستيانو رونالدو، ومن معه أضاف لنهائيات قطر التشويق والجمالية. مثل بالمناسبة رمز للتحدي والإصرار. اليوم تكلموا على أصحاب الأرض. على فكرة الولايات المتحدة كشعب في المجمل لا يعشق كرة القدم بالدرجة الأولى، وعندك فاهم تقول. وعلى فكرة ممكن أنت تتفق مع المستر توم، قال لك أنا لا أحب الولايات المتحدة. لا يقول له زي انا قديش ما نحبهاش. لا بالطبع. أحدا يعجب بالولايات المتحدة، فقط الولايات المتحدة تحب الولايات المتحدة. احنا ما نعرفوش الشعب الامريكي، ولكن اللي راو امريكا كسلطه كقاده ككذا العالم الكل معناها اغلبيه العالم ما يحبهمش. انا لان على سف معناها ينشروا في الفوضى في العالم، ينشروا في الحرب، ينشروا في العداوات بين البلدان. اذا ما نظنش كان شخص مهما كانت جنسيته ديانته انه يحب القاده الامريكان الان وما تقوم به السلطه الامريكيه في العالم. يستحيل الا اذا كان يكون شخص عدواني. امريكا وكندا لا علاقه لهم بكره القدم. كره القدم في امريكا هي الرياضه الشعبيه رقم 4، هي الرياضه الشعبيه رقم 4. الناس اللي مشاو لامريكا والحبيبات اللي يكلمونا قال لك يا ولدي كاس العالم ما في بالهمش باللي فما كاس عالم. معقوله؟ اي ما في بالهمش اللي فما. 70% من الامريكان ما يعرفوش فما كاس عالم، لانه هما الانبي والسكر حتى الاستبيان استاذ فتحي دا عملوا استبيان فيهم كثير من الاجابات نتاعهم قال لعبه ممله. ما عندهمش حتى بالطبع. سالوهم على كره القدم قال لعبه ممله. على خاطر الامريكان وعلى خاطرنا في امريكا قريب باش يعملوا كل درجه يرتاحوا ويشربوا الماء ويعملوا لنا الرقصه والاشعار يفسدوها كره القدم. اذا لا علاقه للامريكان بكره القدم. نفس الشيء كندا بلد ممتاز ورائع، ولكن ما هو عنده ثقافه كره القدم، ما عنده ثقافه. لا انا في البرازيل، انا في الارجنتين، انا في تونس، انا في المغرب، انا في فرنسا، شعوب تعيش بكره القدم، تتنفس كره القدم. وبالتالي هما تشوفوا في المجموعات امريكا وكندا جاوا في مجموعات قادرين يمروا للدور الثاني. يعني تتفق مع الطرح اللي يقول ربع نهائي ونصف نهائي؟ لا برشا. لا برشا. كلش بالحروبات، كلش بالكرتوش. كلش ترامب يعمل لنا حاجه معناها يقول نترشح ولا يقص علينا. طيب ولهذا نعتبر انه هذا صحيح يعطيهم الصحه نظموا، ولكن شكر الله سعيهم. الدور الثاني يتعداوا لانه في مجموعات، ولكن من بعد ما همش. طيب يظهر لي بدايه موندياليه مشوقه بالمشاكل. لكن انا اعتقد ان الكوره اليوم اثبتت ان دول العرب والاوروبيون اكثر تحضرا من الواقع اللي نشوفه فيه حقيقه في هذا المونديال. $75 يعرضوا لك اسمك قبل المباراة. لا احنا مصدومين. لا سامحني، ما فما في بالك قارورة ماء $300، في بالك مشروب غازي $1000. معناها يكتبوا لي اسمي معناها لا احنا نغني واكتب اسمك يا بلادي، مش اكتب اسمي انا معناها. لا عقلية اخرى. شوف هذه كورة ما نعرفوهاش، هذه كورة مش متاعنا. هل هو مونديال لكسب الاموال؟ بالطبع مونديال يعني احنا شفنا عديد الدول نظمت بمقابل هذا التنظيم، ضحت من اجل الشعوب
ومن أجل المتعة. بالطبع هذا مونديال البزنس، هذا مونديال ما فيش احترام لكرة القدم، هذا مونديال ما فيش احترام للمسؤولين، هذا مونديال الفيفا تستدعي طيب حكم دولي احسن حكم وانت ما تقبلوش، مسؤولين من ايران لا تقبلهم. راح نتكلموا اكثر الى اخره عندك تعقيب استاذ عبد الرحيم؟ كرة القدم كرتين، كرة القدم بمعنى النظيف عاد بعهد ستانلي راوس، ذلك الرجل الذي كانت الفيفا عبارة عن شقة وآلة طباعة. لما جاء هافيلانج بدا الفكر المالي، لأن الرجل هذا مالي، وكمل بلاتر، زاد السقف المالي. الآن مش مالي، الآن التوحش أنت كيف قسناه في العام الماضي. قطر ماهيش دولة رأسمالية، قطر أقامت كأس العالم لأجل دعاية سياسية لها، وبالتالي ما يهمش المكسب. جيت أنت الآن للسوق الحرة الحقيقية اللي تشتغل من أجل كسب الموارد، بالإضافة للعجرفة الأمريكية السياسية. يعني لما ترجع صحفي الحجة الترجيع الصحفي الفرنسي رجعه أنك أنت في الترانزيت نتاعك كنت في هافانا. كيف هذه هي القانون؟ راح نتناقش حول هذه الجزئيات. وفي إطار السن الكابتن أشار إلى جزئية توم، إلى جزئية تواجدهم، حضورهم، ماذا يشكل ذلك هذا، وانت أشرت إلى نقطة تجارية وما إلى ذلك. شنو نقولوا عليه نيمار اللي رجع وأثار الجدل؟ راهو رجوع نيمار كان راه المدرب أنجيلوتي رافض العودة نهائيا، وصرح بذلك في أكثر من مناسبة، لكن اليوم الصحافة والجمهور هو من طالب بعودة هذا اللاعب. وأثناء الإعلان على القائمة شفنا يعني رجة صارت في الشارع وأيضا حتى من وسائل الإعلام. شوف، أي نجم عاش فترة معينة، وانت النجم الله يخليك، لا يخرج من المشهد إلا إذا ولد نجم آخر خطف منه البريق. وعمرك في كرة القدم ما تنافس اللي أصغر منك في السن. هذه في الحياة يقول لك اللي سابقك بليلة غلبك بحيلة، صح. بس في كرة القدم لا، توجه عاطفي منك بيوم أقوى منك، توجه عاطفي للبرازيليين. راهو نتكلموا عليه جمهور وصحافة. لا توجه عاطفي بالدرجة الأولى. وبيني وبينك المباريات أو انطلق كأس العالم وحتفرج عليهم. وأنا أتفق مع الأستاذ فتحي، من الصعب جدا أنك لاعب تجاوز 37 سنة يلعب لك في مستوى ليفل بدني نتاع كأس العالم، يلعب مباراة كاملة. يا أخي أنت ضد الطبيعة البشرية. طيب من تكون يعني، وإلا راهو الأساطير اللي عايشين في كرة القدم راهو مازلنا نشوفوا فيهم إلى الآن. طيب تفسيرك لموضوع أنجيلوتي وأنت كمدرب، أنت تلقى قناعاتك تقول لا هذا اللاعب خارج حساباتي، تلقى ضغط الجمهور، تلقى ضغط الإعلام، وتلقى حالة استثنائية زي نيمار. كيف تشوفها؟ كيف تقيمها؟ في البداية أنا لست معجبا بنيمار، ولكن أظن أنه دائما الأمر خطير كمدرب أن تتحدث عن لاعبين محددين ولا تختارهم، لأنك لا تعلم أبدا ما سيحدث خلف الكواليس، وتخسر وجهك إذا أصح القول، وتخسر سلطتك إذا كان هناك ضغط كبير من وسائل الإعلام ومن الدعاة مثل نايكي وأديداس. لذلك أظن أنه لأمر خطير بالنسبة للمدربين قبل ذلك. بالنسبة لي لا أظن أن نيمار سيلعب كثير. بالنسبة لميسي ورونالدو ومودريتش سيلعبون بشكل مختلف، ولكن نيمار لا أظن أنه سيقدم ذلك الأداء المبهر. ولذلك أنه مهم بالنسبة للمدربين أن يكونوا حذرين حول ما يقولون بخصوص اللاعبين، لأنه يمكن أن يتم استخدام ذلك ضدك. يمكنك أن تقول أمورا إيجابية حول اللاعبين، ولكن لا يجب على المدربين أن يقولوا أي شيء سلبي عن اللاعبين، لأنه عاجلا أو لاحقا قد يؤثر هذا فيك. ربما رونالدو سيلعب في كأس عالم لاحقا، لا تعلم أبدا. وربما وجهة نظر أنجيلوتي الآن يؤكدها الواقع. نيمار لن يكون حاضرا بنسبة كبيرة في المباراة.